السلام عليكم متابعيني الكرام، اهلا وسهلا بيكم. معاكم سمر. النهارده ان شاء الله عنوان الفيديو بتاعنا هنتكلم عن فوائد القلقاس. القلقاس نبات جذري بينتمي الى عائلة القلقاسية، وبيوجد نوعين رئيسيين منه. اولا القلقاس الاسيوي، وده النوع الاكثر شيوعا زي اللي موجود عندنا هنا في مصر، وبيكون بيضاوي الشكل او مستدير. ثانيا القلقاس الافريقي، والنوع ده يا جماعة قليل جدا في انتشاره، بيتميز بجذور طويلة ورفيعة. كمان هنلاقي ان القلقاس غني جدا بالمعادن والبوتاسيوم والفيتامينات، زي فيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين ب 6. طيب تعالوا نشوف اماكن زراعته. هنلاقي ان القلقاس معروف منذ آلاف السنين، تمام، وأماكن نشأته في مناطق آسيا والهند بشكل خاص، وبيعد في الوقت الحالي أحد الأصناف الغذائية المعروفة على مستوى العالم. أيضا بيتواجد القلقاس بكثرة في كل من مصر واليابان وأسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية. طب في ملحوظة بقى أحب أقول لكم عليها: القلقاس بيحتاج مية كتيرة قوي أثناء زراعته، وهنا هنلاقي ان ارتبط عند الناس ان لما يجي فصل الشتاء والدنيا بتمطر لازم ناكل قلقاس عشان يدفينا. كمان في مقولة بتتقال عند الفلاحين اللي بيزرعوا القلقاس: كل الزراعة بالبخت إلا القلقاس مية وفحت. وده لأن القلقاس بيحتاج مية كتيرة جدا، كمان بيحتاج فحت كتير أثناء زراعته. وطبعا كلنا عارفين إننا ممكن نطبخ القلقاس بكذا طريقة: ممكن نطبخه بالسلق، ممكن نطبخه بالصلصة، ممكن نطبخه بالشوربة، ليه أكتر من طريقة. بس في الآخر خلينا نكون متفقين بجد إن طعمه بيكون تحفة، وأي حد يا جماعة ما بيحبش القلقاس بجد خسران كتير قوي. تمام. طيب تعالوا سريعا مع بعض كده نشوف ايه هي فوائد القلقاس. رقم 1: القلقاس بيعمل على مكافحة السرطانات. رقم 2: القلقاس بيعمل على تحسين صحة الجهاز الهضمي. رقم 3: القلقاس بيقلل من التعب في جسم الإنسان. كمان القلقاس بينظم مستويات السكر في الدم، وبيعمل على خفض نسبة السكر في الدم. يبقى من هنا هنقف وقفة ونقول ان القلقاس مفيد جدا جدا لمرضى السكري، ولكن بشرط عدم الإفراط في تناوله. يعني مريض السكر ياكل قلقاس عادي جدا، لكن بانتظام كده وما يكونش فيه إفراط في تناوله. تمام. طيب تعالوا كمان نشوف برضو بقية فوائد القلقاس. بيساعد القلقاس على تقوية جهاز المناعة في الجسم. كمان القلقاس بيعمل على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية. كمان القلقاس بيعمل على تحسين الدورة الدموية في جسم الإنسان. تمام. طيب تعالوا كمان برضو في معلومة برضو عايزة اقول لكم عليها: ان القلقاس بيحسن من كفاءة البصر. كمان القلقاس بيقي من التعرض لهشاشة العظام في الجسم. كمان القلقاس بيمنع انتشار الخلايا السرطانية في جسم الإنسان. وأيضا القلقاس بيعالج حالات ارتفاع ضغط الدم. يبقى هنا هنقف برضو ونقول إن القلقاس مفيد لمرضى ضغط الدم المرتفع، ولكن برضو بشرط عدم الإفراط في تناوله. تمام. طيب كمان فايدة مهمة، هنلاقي إن القلقاس بيعالج الأنيميا وفقر الدم. دي برضو نقطة نخلي بالنا منها. القلقاس بيعالج الجروح والأورام في الجسم. كمان القلقاس بيطهر الفم والجسم بشكل عام. طيب في كمان برضو فايدة مهمة: القلقاس بيعالج نزلات البرد والزكام. الله، الفايدة دي أنا شخصيا ما كنتش أعرفها. يبقى لما يكون عندنا برد أو زكام نقدر إن احنا ناكل قلقاس، هيكون ليه دور مهم وفعال برضو. طيب القلقاس كمان بيسرع عملية طرد السموم من الجسم. بكده تكون هي دي فوائد القلقاس. طيب في ملحوظة بقى أحب أقول لكم عليها: لما نيجي نختار القلقاس، نختار القلقاسة ذو الجذور الخالية من البقع. تاني حاجة يجب غسل القلقاس جيدا قبل تناوله. تالت حاجة ممكن ان احنا نحفظ القلقاس في التلاجة من اسبوع لاسبوعين، او لو عايزين نجمده ممكن تجميد القلقاس في الفريزر مدة تصل الى 6 شهور. طيب كمان هنلاقي ان القلقاس بيحتوي على كمية عالية من النشا، لذلك يجب تناوله باعتدال لمرضى السكري زي ما قلنا. يعني ما بقاش مريض سكر وافضل كل شوية اكل قلقاس، لا يا جماعة، اكله بس بانتظام. تمام. كمان هنقول ان القلقاس بيحتوي على كمية عالية من اليوريا، لذلك لابد من تناوله باعتدال لمرضى الكلى. برضو دي معلومة مهمة جدا لمرضى الكلى.
لما نيجي ناكل قلقاس برضو ما نفرطش فيه تناوله لانه فيه نسبة عالية جدا من اليوريا. تمام. طيب بيعتبر القلقاس من الأطعمة الصحية التي ممكن أن تمد الجسم بالفيتامينات العديدة التي يحتاجها أثناء فصل الشتاء. طيب برضو فيه ملحوظة أو معلومة أحب أقولها لكم، إزاي نختار القلقاس لما نيجي نشتريه. الكلام ده طبعا لست البيت. نختار القلقاسة المدورة أو البيضاوية، بلاش أبدا وانت بتشتري القلقاس تختاري القلقاسة المطولة، وده لانها هتكون مليانة الياف، يعني هتكون شيخة ومش هتكون طعمها كويس معاكي بعد ما تستوي، وده لانها بتكون لسه موصلتش لمرحلة النضج. بكده اكون تقريبا قلتلكوا كل حاجة خاصة بالقلقاس في الفيديو بتاعنا النهاردة. وبتمنى بجد اللي يا جماعة ما بيحبوهوش، لان ناس كتيرة جدا للأسف ما بتفضلش اكل القلقاس وما بتجربش اصلا ان هي تاكله. بجد هو طعمه لذيذ كمان مع الفوائد اللي انا قلتها النهاردة. لازم يا جماعة نجرب ان شاء الله ان احنا ناكله لو كنا لسه ما اكلناهوش. بتمنى تكونوا استفدتوا معايا في الفيديو بتاعنا النهاردة. كنت معاكم سمر عبد الحميد من قناة منوعات ووصفات مع ام تسنيم. اللي ما حطش اللايك اوعى ينسى يحطه، واللي لسه ما فعلش الجرس يفعله علشان ان شاء الله يوصل لكم مني كل فيديوهاتي. انتظروني ان شاء الله في فيديوهات جاية كتير. دمتم في حفظ الله وامنه. مع السلامة.